لا تجعل من متاعبك وهمومك موضوعا للحديث، لأنك بذلك تخلق حاجزا بينك وبين السعادة. ما شاء الله تبارك الله، أجواء المدينة زي ما انتم شايفين، غيوم ما شاء الله تبارك الله. على العموم احنا انطلقنا برحلتنا بإذن الله، راح نستمتع سوا. هذا طريق ينبع القديم، وانت طالع من المدينة طريق ينبع القديم. المنطقة ما شاء الله تبارك الله كلها ربيع، المنطقة جاها مطر مظبوط ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله باذن الله راح نستمتع. وبرضه قدامي الاخ حسين حلواني، الصديق حسين موعده قدام ان شاء الله باذن الله اننا راح نستمتع سوا بالرحله باذن الله. انا والله ما ادري شو ظروفه، بس عاد ابغاه اذا قدر يمشي معاي نغطي بعض الاوديه اللي راح تواجهنا ان شاء الله باذن الله. العموم هي استمتاع في الاجواء الممطره. وقفت عند تجمع المويه ذي، ابغى اشيك على رسائل حسين حلواني. ما شاء الله والله وصل قدامي. انا بندر، احنا في الخيمه الان فبنتقدم احنا ونشوف. ما معانا عزبتنا احنا ولا تعالى والله جلسنا سوينا الشاي والقهوه، لكن نشوف. المهم متواصلين واللوكيشن عندك، انا مشاركك. خلاص اوكي طيب، ما عندك مشكلة حبيبي، انت بس روح وين ما استقريت انا اجيك. يا اهل المدينة لا يفوتكم طريق ينبع القديم، ما شاء الله استمتاع. حتى الجبال خضراء زي ما انتم ملاحظين. شوف الغيمة كيف نازل على راس القمة في الجبل. ما شاء الله تبارك الله. لمحت لي شلال لازم ارجع له، ما شاء الله تبارك الله. صراحة شلال عليل. هو مكان شلال بس ما توقعت انه شغال الى الان، بس ما شاء الله تبارك الله شغال طلع فعلا. نروح نوقف عند اقرب نقطة للشلال. بس والله ما شاء الله في زوار عنده. نروح نكمل على رجولنا. ما شاء الله تبارك الله الموقع تفاجأت فيه صراحة، كل منظر أحسن من الثاني. وأنا ماشي حتى أوصل للشلال، الشلال شايف أنا من هنا، بس للأسف كاميرا الجو برو ما تجيبه. المكان هو معروف بس أول مرة أصادف فيه شلالات. على العموم راح نستمتع في المكان ونكمل طريقنا إن شاء الله بإذن الله.
والله الوضع مهلك، الآن ما وصلت. أشوفه قريب، والله أشوفه قريب، بس للأسف من اليوم وأنا أطلع ما وصلت. قلبناها هايكنج اليوم، والله اللياقة ما تساعد. لي فترة صراحة جالس من غير أي نشاط، ما ينفع كذا يا باشا. عارفين كيف؟ إذا لياقتك ما تساعد فالمواقف اللي زي كذا راح تخذلك، فخليك مستعد دائما، خليك مستعد. بس كويس اني لابس جزمة هايكنج، طبعا استخدمها للدباب وللمشي. ما في احلى من الاطراف ذي. طبعا انا دائما متحمس لمنطقة المدينة. بالنسبة لي انا منطقة المدينة افضل منطقة في المملكة العربية السعودية، فيها تنوع تضاريس بشكل عجيب. هذا تقريبا يبعد عن المدينة 70 كيلو قبل قرية MCG. تحياتي لكم. يلا كذا راح نودع المكان وننزل حتى نوصل الدباب باذن الله. والله حتى النزول مو سهل، انتبه من المنزلقات يا باشا. احنا مرتبطين مع حسين حلواني، بس عاد للاسف تاخرنا عليه مره كثير. زي ما انتم عارفين، شايفين كيف الواحد يحب يطلع عن لوحده، عشان كذا يعني ما يرتبط مع شخص، يوقف في اي مكان يبغاه. بس على العموم جايك يا حسين يا حلواني، جايك شاحن الجوال فين حطيناه احنا؟ يا هنا. والله يا شباب الدباب صاير في عطل، والله ما يطمن وضعه. انا والله الدباب واقف من فترة ما سويت له صيانة وشغلت ومشيت. الله يستر. العموم شكلنا حننهي الرحلة هنا في المكان الجميل ده. ما ادري شو الوضع. على العموم انا احاول اشغله وارجع على البيت. الرحلة كذا شكلها تكنسلت، لاني كمان لما شغلت اعتقد يحتاج له وزن بلوف كمان. صوت البلوف مرة واضح، ما ادري ايش السبب. والله حتى الزيت كويس. الزيت انا مغيره قبل فترة. والله للاسف الدباب مو راضي يشتغل، ماني عارف ايش المشكلة بالضبط. الله يسهلها ان شاء الله. الدباب اشتغل بس والله ما يطمن. انا مضطر ارجع صراحه اسوي له صيانه، وان شاء الله باذن الله ننطلق بيوم ثاني باذن الله. الواحد يجازف كذا الموضوع صعب، يتعطى على الدباب اكثر من كذا، لان انا سامع صوت تكايات. شايفين؟ سامع الصوت. على العموم نتوكل على الله ونرجع المدينه، وان شاء الله برحله قادمه باذن الله. على فكرة جلسنا في المكان ذا، عجبني المنطقة كلها ربيع. قلت بعدين نمشي على مهلنا حتى نوصل المدينة ان شاء الله. تقريبا باقي لي على المدينة 50 كيلو، واشرب الشاهي وبعدين نمشي ان شاء الله باذن الله.
كذا ننهي تغطية اليوم، وإن شاء الله بإذن الله القادم أجمل. ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتعليقك الجميل. تحياتي لكم.